السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحيي هذه الوجوه الطيبة والتي نتشرف بأن نقف أمامها لننقل إليكم رسالة فلسطين، رسالة الأسرى. قبل أسابيع قليلة كنا في غياهب السجون وفي أعماق الجب، ولكن بفضل الله أولا، ثم بفضل المقاومين، وبفضل دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل قضية فلسطين ككل، وقضية الأسرى التي أصبحت رمزا من رموز هذا الصراع بعد الأقصى وبعد التحرير وبعد حق العودة لهذا الشعب المظلوم الذي يخوض أكثر من 100 عام صراعه مع هذا العدو الظالم، والذي يؤيده كل أشكال الظالمين في هذا العالم الذي لا يعرف إلا لغة القوة التي لن تحرر فلسطين سواها. نقول لكم إن قضية الأسرى قضية رمزية، بالإضافة إلى قضايا أنتم تعرفونها. وقضية الأسرى في هذه الأيام أصبحت رمزيتها تأخذ مجراها نتيجة الظلم ونتيجة التنكيل اللامسبوق الذي تعرض له الأسرى خلال هذا العام، والذي كشف عن نوايا وعن حقد هذا العدو الصهيوني الذي لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة. نقول لكم إن رمزية الأسرى هي رمزية الإنسان الحر الذي ضحى بشبابه وكان تحت مطحنة العظام والأعمار في هذه السجون، فجاءت وأصبحت رمزية لمعاني الحرية الحقيقية، بأن هناك آلاف من أبناء هذا الشعب طحنت أعمارهم في هذه السجون. ونقول لكم بأن قضية الأسرى يجب أن تكون حاضرة، ليس فقط لإطلاق سراحهم من السجون، ولكن لدحر هذا العدو الذي لا يفكر إلا بإبقاء هذا الشعب مكبل، سواء كان مكبلا في المخيمات أو مكبلا في غياهب السجون. ونقول لكم إن رمزية الأسرى هي جزء من رمزية هذه القضية العادلة التي أنتم الآن تشرفونها بوقفتكم إلى جانبها وبحشد إمكانياتكم المعنوية والفكرية والدينية والمالية. ونسأل الله أن تكون في مصب الفكرة العملية أكثر لعودة هذا الشعب إلى دياره. وأود أن أسلط الضوء على الثمن الذي أصبح في مجرى أحاديث الصحافة عن الثمن الباهظ الذي تم دفعه من أجل قضية الأسرى. أولا، إن الدماء التي سالت دماء عزيزة على قلوبنا، وغزارة هذه الدماء لم تسفك من أجل الأسرى فقط. إن قضية التحرير لفلسطين وجدت قبل أن يولد الأسرى وآباء الأسرى وأمهات الأسرى. إن قضية فلسطين في صراع دائم منذ أكثر من 120 عاما مع هذا العدو ومن خلقه ومن ساهم في إيجاده. ولكن الدماء التي سالت جاءت جزء من الثمن هو الأسرى، ولكن حقيقة هي الثمن الأكبر لطريق العودة، لطريق التحرير، حتى تكون فلسطين حرة عربية خارجة من إطار التجاذبات العالمية الاستعمارية. الثمن المدفوع لقضية الأسرى هو جزء أيضا من الثمن الذي دفعه الأسرى من أعمارهم التي طحنت في داخل السجون من أجل قضية فلسطين. فتكاملت قضية الأعمار المطحونة في السجون، وتكاملت مع بحر الدماء الذي سال في غزة وفي كل مكان سال فيه الدم الفلسطيني، ليلتقي هذا الثنائي نحو التحرير في وحدة متكاملة: وحدة الصبر في السجون، ووحدة الصبر على الدماء التي سالت، ووحدة الصبر في بناء ما أعيد تدميره، في إعادة ما أعيد تدميره من هذا الاحتلال الظالم الذي لا يعرف إلا لغة قالها أجدادنا في تراثهم: حط السيف قبل السيف، الحق بيرجع لأصحابه. أما عن معاناة الأسرى أنقلها إليكم بأمانة وصدق، لا زيادة فيها ولا نقصان، بحقيقتها العارية، حتى تكون أمامكم لتضيفوا عليها ما تريدون وتنقلوها إلى من تريدون. إن الأسرى في عام الطوفان تعرضوا لأشد أنواع التنكيل الجسدي والنفسي، من خلال الضرب، من خلال الكلاب، من خلال الغاز المسيل للدموع، من خلال الحرمان من الطعام، من خلال التعرض للبرد، من خلال الإهانات المتكررة يوميا في كل لحظة وكل ساعة. أقولها باختصار:
لقد جاع الأسرى ولقد بردوا ولقد أهينوا، وما بين هذه الكلمات متسع لكثير من الأحداث التي إذا أردنا أن نتكلم فيها تريد تأخذ وقتا طويلا. أقول لكم بأن معاناة الأسير في هذه الأعوام في هذا العام كانت أكثر من معاناة الأسرى على مدار 45 عام التي مررت فيها، بشكلها وبأفعالها وبكل ما مر على الأسرى منذ عام 67. إن المعاناة للأسير ولأهله، أحيانا يكون الأسير في سجن وأهله في سجن آخر.